أتوقع أنه أغلبكم لاحظ في الفترة الأخيرة بعض المنصات مثل تويتر وإنستغرام وغيرها فعلت ميزة التوثيق بالاشتراك الشهري. زي إذا كانت هذه المنصات تدخل ربح كبير نهاية كل سنة، ليش تصعب الموضوع على مستخدمينها وتخلي التوثيق باشتراك شهري؟ لو تكلمنا عن منصة مثل تويتر، بنلاحظ أن تويتر في آخر 8 سنوات 6 سنوات منهم كانت تخسر في نهاية السنة، 2 بس اللي كانت تدخل فيهم ربح، إلى أن استلم إيلون ماسك إدارة الشركة. طبعا أن تويتر منصة تدعم حرية التعبير. من بعد هذا الإعلان أغلب الشركات انسحبت من المنصة، إنهم ما كانوا يريدوا أن إعلاناتهم تكون جنب تغريدات تدعم العنصرية أو أي شيء ثاني، إنه هذا الشيء بيأثر على مبيعاتهم. هذا الشيء زاد خسائر تويتر. جاء إيلون ماسك بالحل، واللي كان التوثيق بالاشتراك الشهري عشان ينقذ تويتر من الإفلاس، والتدريج انتقل الموضوع لباقي المنصات. وخبروني في التعليقات إذا كنتم مستعدين تدفعوا عشان التوثيق.